تريزاو افضل مدافع على اليمين في العالم، افتكر رياضه وزعامه من دوغلاس مايكل. ليو ميسي في عكس الهجوم، برشلونه في وضعيه هجوميه رائعه، وبيدرو جول جول. فرقه الدلال، كتيبه الجمال، اقدام كتالونيه ذهبيه ادهشت عالم المستديرة حاليا بليو ميسي، ابهرت عشاق الكرة في كامل ارجاء المعمورة. قلنا انها اجمل كرة لما ليو ميسي يتحرك، هو الكبير هو القدير، يعطي كرة. شوف الكرة، شوف الصورة، حتى الكاميرات تستمتع. كرة لبيدرو رودريغيز بامتياز. قلنا هذا اللاعب خريج اكاديمية مازيا، يعطي الاسبقية للكتيبة الكتالونية. هيجان بركان غليان في مدرجات ملعب الكامب نو. النتيجة تتغير لصالح برشلونة في هجمة مرتدة سريعة قادها القصير والمكير ليو ميسي. الفلتة الزمنية يعطي كرة الدلال وكرة الجمال، وتشافي ساعدت كرة مرتدة لدانيال ألفيس، والفيس السادس جول. لا لا لا، غير معقول، مش مقبول. كرة هدف الموسم، هدف الموسم، كرة برازيلية قادمة من ساو باولو، قادمة من كوبا كابانا، قادمة من ريو جانيرو، تخترق كل الدفاع المدريدي. كرة في التسعين. يا سلام يا سلام على أجمل أقدام. شنو هذا؟ ما هذا؟ هذه الكرة يا ألفيس بامتياز، هدف خرافي، هدف عالمي، شيء كبير يا عمري، شيء كبير يا عمري. شوف الكرة، هات الصورة، هي أجمل كرة في المعمورة. كرة دانيال ألفيس بامتياز، يعود بها ريال مدريد منحني بهدفين امام النار الكتالونيه التي اكتوت بها الدفاعات المدريديه. مشاهدينا الكرام، شوط اول من نار بين هؤلاء الكبار، في انتظار ان تلتهب من جديد. لكم اجمل تحياتي. بعد الفاصل نرجع من جديد للاستوديو رفقه الزميل العزيز لاختر بريش. في الدوري الاسباني مسعود اوزيل يعطي كره مبتسمه لكريستيانو رونالدو، يراوغ ويسدد جول. فعلا البرتغالي يتلاعب بالدفاع الكتالوني، يراوغ الحارس بينتو، ويعود بالريال، يعود بالريال على طريقة الأبطال. كرة رائعة من عازف الليل مسعود اوزيل، مراوغة تمويه من كريستيانو رونالدو، والكرة في الشباك الكتالونية. لقطة فنية برتغالية من أعلى طراز، من أجمل أقدام هذه المرة للاعب عالمي يؤكد كل القيمة للمرة الثانية متتالية. لنجم الكرة البرتغالية، مرتدى الكرة لكريم بنزيما، بنزيما يراوغ، بنزيما يسدد جول 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 جول. كريم بنزيما يعود بالفرقة المدريدية إلى الأجواء الاحتفالية. هدفان لهدفين. بيب غوارديولا في حاجة للمية. أكيد الريال يعود بثوب الأبطال، يعود بتخلف ب2-0. كرة مرتدة تسبب فيها بيكي، مراوغة لكريم بنزيما، ونجم الكرة الفرنسية يزور الشباك الكتالونية للمرة الثانية في هذه الأمسية الكروية.